كان عندي لفة، قولوا معايا، اللي هي السمبوسك، بلاقي شهرين تلاتة بصراحة. هي مش كاملة يعني، هي بتاعت ربعها كده. لقيتها قلت لها تعالي، خدت معلقتين لحمة وقلت ايه الف في كام واحدة كده لغاية لما تخلص. وكان عندي حتتين جبنة رومي نفس الكسر. بصوا الحاجة بسم الله ما شاء الله عليها، بصوا فيها البركة وصينية ما شاء الله عليها يعني. كلنا وشبعنا وادينا الباقي لصاحب نصيب. هنعمل البشاميل بارد. طبعا لو عايزين البشاميل دقيق وكده، معلقتين دقيق على معلقة سمنة محترمة لغاية لما تصفر. انزلي باللتر اللبن بتاعك مرة واحدة، قلبي فيه لغاية لما ايه توصلي للقوام اللي انت عاوزاه. طبعا البشاميل ده انا كنت مشتريه منه تمام قبل كده، وكنت راكنه عندي مع الخزين يعني. اتعمل البشاميل بتاعي معايا البايركس دهنية مادة دهنية. حطيت نص كمية المكرونة، اللحمة المفرومة طبعا بحط لها معلقة صلصة مع نص معلقة توم، واديها شوية مية بشوحها كده بعد ما ايه بتتحمر تمام. وبعدين كملت الايه بقيت المكرونة، وحطيت الايه البشاميل بتاعي. بسم الله ما شاء الله على الصينية وجمال، ولا الا الريحة يا جماعة والله. متخلوش عليا بلايك بقى. المهم ظبطنا الصينية بتاعتنا. معايا بيضاية، معايا شوية فلفل اسود، حبة ملح صغيرين عشان الصفار تمام. وابدأي نغزل ايه صينية المكرونة بتاعتك والبيض اهو بتاعي. ابدأي بقى ايه ظبطي الصينية بتاعتك وكوني مولعة الايه الفرن بتاعك. ادينا خلصنا المكرونة بتاعتنا وخلصنا البشاميل بتاعي والفراخ. كنت حطاها في الفرن. طبعا الفراخ بعد ما اتسلقت حطيت معلقة صلصة مع شوية شوربة مع شوية فلفل اسود وملح، ودهنت وش الايه الفراخ وحطيتها في الفرن. طبعا الطريقة دي معتمدة عندي في كل الايه في كل الطرق بتاعتي ما بغيرهاش. وادي السمبوسك وعملت بتنجان مخلل كان حكاية. وادي الفراخ بتاعتي حكاية، والريحة بسم الله ما شاء الله عليها. متبخليش عليا بالمتابعة والاشتراك وكومنت حلو. صلي على اللي هيشفع فيك اليوم الدين.